اول حاجه معايا معلقه كبيره من السمنه. بعد كده هضيف بصلتين كبار مفرومين، ربع كيلو من اللحمه المفرومه، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وكمان ربع معلقه صغيره من القرفه، ومعلقه صغيره من الملح. هبدا بس افك كده اللحمه مع البصل في البدايه. وتعالوا بقى كده اقول لكم على المكون اللي دايما بضاعف بيه كميه اللحمه، مبيأثرش ابدا على طعمها. ده كده بقى البرغل، انا هضيف النهارده نص كوبايه من البرغل، بغسله غسله سريعه وبعد كده بضيفه مع اللحمه. يعني هو طبعا هيستوي طبعا مع اللحمه، فعشان كده ما بضطرش ابدا ان انا انقعه في ميه سخنه. عايزه اقول لكم بس ان بالنسبه للكميه اللي شفتوها دي كده، الكميه دي كده ب10 جنيه، يعني بتقضي كده معايا حوالي 4 اكلات. يعني لو حسبت تكلفه الكميه البرجر اللي انا بضيفها مع كل اكله هتطلع 2.5. يعني طبعا ده توفير التوفير. بعد ما بتستوي اللحمه عندي بضيف قرنين فلفل اللي هو الرومي طبعا، بقلبه بس كده تقلبتين بس كده. يعني ما بحبش صراحه ان أنا اضيفه في البدايه لانه بيتهري وطعمه بيكونش لطيف ابدا. بعد كده احط كمية اللحمة عندي في علبة، وطبعا هسيبها تبرد تماما وهشيلها عندي في الفريزر. طب كمية اللحمة دي بالمستريح قوي تقضي اكلتين. ممكن مثلا تعملي زي ما كنا طبعا بنعمل مكرونة بشاميل جنبها طبعا صينية جلاش، او ممكن تعملي بيها 3 اكلات. يعني مثلا صينية بطاطس محشية لحمة مفرومة مع سمبوسة، مع مثلا لو هتعملي برضو صينية برضو جلاش او صينية رقاق، هيبقى تمام جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، والعجبكم متنسوش بقى لايك حلو زيكم.